بصوا يا حبايب قلبي بقى، انا جهزت الاكل اهو. هنغرف بقى الاكل مع بعض. انا قلت اغرف الاكل معاكم واوريكم بقى عملت ايه. انا عملت رز اهو. معلش بقى الفيديو قطع، قلت بقى اصور لكم بعد ما خلصت الاكل. هو الفيديو هينزل لكم على جزئين اهو. بصوا الرز، خد يا منى يلا ودي. عملت رز وعملت مكرونه وعملت يا حبايبي الفراخ. اهي الفراخ عملتها وقلتها زي ما انتوا شايفينها كده، وعملت الحلويات في الفرن. عملت كل حاجه. انا ما بحبش اعمل حاجه حبه صغيره، ممكن حد يطب علينا ساعه الاكل حاجه. بحب اكتر الاكل كده ونفاض. اما انا ما احبش اعمل الحاجه حبه شويه. اورق بقى المكرونه. بصوا المكرونه، بسم الله ما شاء الله، حبه من حبه. بصوا اهي زي ما انتوا شايفينها كده، حبه من حبه. الحقيقه انا كنت بصور معاكم بس الفيديو قطع، قلت بقى اخلص وبعد كده اوريكم عملت ايه. متنسوش بس يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، وتشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوه مع بعض. انتوا عارفين ان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ما تنسوش يا حبايب قلبي تحطوا اللايك. وبشكر كل حبايبي اللي من بره مصر ومن جوه مصر على الكلام الجميل اللي بتكتبوه ليا. ربنا يا رب يخليكم وتديموا نعمه في حياتي. انا غرفت 3 طبق رز و3 طبق بتاع مكرونه. خدي يا منى. انا مش شرط يعني ان انا احط في الاطباق اللي هي البيض وبس، انا عندي اطباق في الستين برضه. هحط بقى شوربه وسلطه. عملت شوربه وسلطه اهي. هنحط طبقين شوربه. هوريكم بردك السفره بعد ما نغرفها، هوريها لكم. يا حبايب قلبي بقى، انا خلصت الاكل اهو زي ما انتم شايفين. ودي سفرتنا. عملت مكرونه وعملت رز وعملت السلطه والفراخ، كله زي ما انتم شايفينه قدامكم كده. هي دي كانت سفرتنا النهارده. اكل بسيط ونعمل بسرعه. بس انتوا عارفين بقى عشان انا تعبانه ما بقفش في المطبخ اصلا. بس النهارده بقى عشان منى ربنا يعينها كان عندها دروس كلها في شبرا النهارده، قلت اروح اعمل انا الاكل. وقفت انا عملت الاكل، هي بتطبخ هي وبتعمل كل حاجه. ربنا يا رب ينجحها. بس الدروس بقى انتوا عارفين الدروس، قلت بقى انا اصور معاكم النهارده. ما تنسوش يا حبايب قلبي الدعاء ليا، تدعوا لي في الكومنتات. وكل واحد يا رب كده كل اللي يدعي لي دعوه لي بالمثل. وكلكم يا حبايبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان تفعلوا معايا القناه. وربنا يا رب يخليكم وتديموا نعمه في حياتي بجد والله العظيم. يعني انا دلوقتي تعبانه جدا جدا، يعني كل ما بقرب بتعب اكتر. واليومين اللي فاتوا دول كنت تعبانه خالص وما كنتش بصور. كانت الفيديوهات اللي بنزلها دي كنت مصوراها وركناها، لاني انا كنت معلقه محاليل وكنت تعبانه خالص ما بقدرش اصلا اعمل اي حاجه. زي ما انتوا شفتوا كده بردك هتشوفوا وانا بعمل البطاطا ايدي بقى بتعمل وتوقع الحاجه، لاني يعني النقص الصفائح الدمويه والتعب اللي عندي بيخلي اعصابي ما بتتحملش. والحمل جه كمان تعبني اكتر. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوه. قولوا لي ايه رايكم في الاكل، السفره بتاعتنا حلوه ولا ايه؟
طبعا انتوا عارفين ان انا لازم عشان بعمل فراخ لازم اعمل جنبها المكرونه والرز والسلطه زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب الاكله دي كده، لازم المكرونه جنب الفراخ كده تبقى حلوه. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوه. عشان ابو كريم جه وهناكل بقى. بصوا يا حبايب قلبي بقى، عملت هنا بقى بطاطا بالبشاميل اهي. استنيت بس ما طلعت من الفرن وهديت شويه زي ما انتوا شايفينها كده اهي. بصوا شكلها، هقطعها اوريكم ان هي سخنه. ودي بطاطا بالمهلبيه اهي. بصوا بطاطا بالمهلبيه اهي. شكلت الكوبايات كده وشكلتها، ودي مهلبيه بس اهي. ودي طبعا منى اللي عاملاهم كده اه. منى مشكله الاتنين دول كده اهو. هقطع بقى معاكم ديت ونشوفها كده وهي بس هي لسه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي سخنه لسه، شوفوا لسه. بس عايزه اوريكم طبعا كل واحد بيقطعها زي ما هو عايز. لسه سخنه يعني لسه طريه. هطلعها واوريكم بقى. بجيب بس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اهي طريه خالص. بس انا قلت اوريها لكم قبل ما اقفل الفيديو. بصوا يا حبايبي اهي زي ما انتوا شايفينها. بصوا بطاطا بالمهلبيه، لا دي بطاطا بالبشاميل قصدي اهي. جميله قوي. خشوا على الفيديو بقى هتشوفوا كل حاجه. جربوها بالطريقه دي بجد جميله جدا جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوه. قولوا لي ايه رايكم بالحاجات الجميله اللي انا عملتها دي بطريقه سهله وبسيطه. انا كل مره بعملها واحطها في الفرن، بس ان هي ايه ما تبقاش ببشاميل، بعملها باللبن واحطها كده. اول مره اجربها بصراحه بالبشاميل، بس طلعت طريقتها وطعمها جميل جدا جدا والله العظيم تحفه. الطعم جميل جدا. انا بس عشان هروح اكل وبعد كده هنسكر بقى بالحاجات دي. متنسوش بس تشجعوني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوه. بصوا الرقه اهو، دي بطاطا من تحت والبشاميل من على الوش يعني زي ما انتوا شايفينها كده. بس هي عشان لسه طريه، سخنه لسه ولسه طريه. هسيبها بقى تبرد براحتها. وطبعا عايزه اوريكم بردك المهلبيه بصوا بردك جميله جدا حاجه مسكره بس والله العظيم طالعه طريقتها جميله وطعمها جميل. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومع الف سلامه.